تخيل معايا يا صديقي بلد 105 مليون نسمة. ومع زيادة السكان الأراضي الزراعية بتتآكل كل سنة، والإنتاج المحلي بقى يكفي نص الناس بس. حتى القمح اللي هو أساس أكلنا كنا بنزرع 60% منه وبنستورد الباقي. كنا قريبين من أزمة غذاء تهد بلد بحجم مصر. وسط الصورة السوداء دي ظهر قائد قال مفيش مستحيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي. سنة 2019 فاروق الباز عرض صور من الفضاء على الرئيس وقال الصحراء مليانة فرص والمية موجودة تحت الأرض. ومن هنا اتولد حلم اسمه مشروع الدلتا الجديدة. مارس 2021 انطلق المشروع الأكبر في تاريخ مصر، 2.2 مليون فدان في قلب الصحراء. الهدف نزود اكتفائنا ونأمن أكل لأولادنا. التحديات كانت مرعبة، بذور 98% منها مستورد، فتعمل مصنع ضخم يغطي 60% من احتياجاتنا. معدات الري ناقصة، اتبنى مصنع محلي للبيفوت. أرض محتاجة سماد، مصر بنت مدينة كاملة للأسمدة بتكنولوجيا ألمانية. وأخطر مشكلة كانت المية، حصة النيل مش كافية، فكان الحل العبقري إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي. وفعلاً اتبنت أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً، مع نهر صناعي وقنوات ضخمة تبقى شرايين حياة للصحراء. النهاردة الدلتا الجديدة مش بس زراعة، دي مصانع، صوامع، مدن صناعية، طرق وقطارات، منظومة كاملة. القصة ببساطة، كنا على حافة أزمة كارثية، والسيسي حولها لفرصة تاريخية، كتب بيها فصل جديد في مستقبل مصر.